مساء الخير. أنا ليان، والنهاردة الحلقة مختلفة شوية، لأن لأول مرة مش هكون لوحدي. معايا كريم. أهلا بيك. أهلا بيك يا ليان، ومبسوط جدا إني معاك النهاردة. أنا مبسوطة إنك موجود، خصوصاً إن الموضوع اللي هنتكلم فيه أنا شخصياً تايهة فيه بقالي فترة. هو إزاي أعرف إني بحب حد؟ ولا أنا بس متعلقة بيه؟ بصي، السؤال ده ناس كتير بتسأله، والفرق بينهم ساعات بيبقى مش واضح. بس لو هنبسطها، الحب بيبقى فيه راحة، إنما التعلق بيبقى فيه قلق مستمر. ده بصي، طب القلق ده بيبقى عامل إزاي؟ يعني أنا ممكن أكون قلقانة عادي عشان مهتمة، مش كده؟ بس في فرق. الاهتمام الطبيعي بيخليكي تسألي عليه، لكن التعلق بيخلي يومك كله واقف عليه. أنا بصراحة ده بيحصلي، وأوقات بحس إني مش مسيطرة على ده. وده طبيعي، بس مهم نفهمه. انت مش ضعيفة، انت بس ربطتي إحساسك بشخص. بس المشكلة إن الشخص ده مش ثابت، يعني مرة قريب جدا ومرة يختفي كأنه مش موجود. بس وده أخطر نوع، لأنه بيخليكي في حالة انتظار مستمر، كل مرة يرجع انت تبدأي من الأول. وده طب هو كده أنا بحبه؟ خليني أسألك سؤال، لما بيختفي تحس بإيه؟ قلق، توتر، تفكير زيادة، وساعات بحس إني تايهة. قلق. يبقى كده انت مش بتحبيه بالشكل الصحي، انت متعلقة بإحساس وجوده. طب لو أنا فاهمة ده كله بس مش قادرة أبعد، أعمل إيه؟ ما تبعديش فجأة، ابدأي تقللي الاعتماد. يعني ما تستنيش منه كل حاجة، ما تخليش يومك كله مربوط بيه، وحاولي ترجعي لنفسك تدريجي. ما تب- شكرا يا كريم، بجد وجودك فرق معايا. أنا ليان، والنهاردة ما كنتش لوحدي، ودي كانت حكاية بصوتين بس إحساس واحد.